مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتنا ترند نيوز. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة لمزيد من التحديثات والتقارير الحصرية. وفي خبرنا الترند لهذا اليوم، في خبر أثار الكثير من التساؤلات، قررت السلطات المحلية في مدينة الجديدة إزالة لافتات تخص مسار الإخلاء من التسونامي. فما الذي دفعهم لاتخاذ هذه الخطوة وما هي الحقيقة وراءها؟ قبل فترة قامت السلطات بوضع لافتات جديدة في شوارع مدينة الجديدة تشير إلى مسارات الإخلاء في حال حدوث تسونامي. هذا الإجراء جاء بعد تثبيت جهاز حديث لرصد الكوارث الطبيعية في ميناء الجرف الأصفر. الجهاز له دور مزدوج، الأول هو قياس مستويات المد والجزر بشكل مستمر، والثاني هو اكتشاف التغيرات المفاجئة في مستويات سطح البحر. فالغرض من هذه اللافتات كان توعية السكان وتوجيههم إلى نقاط الأمان في حال وجود تهديد محتمل. ورغم أنه لا يمكن منع حدوث تسونامي، إلا أن التحذيرات المبكرة والتعرف على كيفية الاستجابة يمكن أن يساعدان في تقليل تأثيره بشكل كبير. على الرغم من أن اللافتات كانت مجرد إجراء احترازي، فإنها أثارت مخاوف بين سكان المدينة. البعض اعتبرها مؤشرا على خطر وشيك، وهو ما لم يكن صحيحا. حتى الآن لا توجد أي تقارير عن خطر تسونامي في المدينة. بسبب الضجة التي أثارتها هذه اللافتات، قررت السلطات المحلية إزالتها. كما ستقوم إدارة المكتب الشريف للفوسفات هذا الأسبوع بإجراء تمرين صفارة إنذار للعمال، مما قد يكون سببا آخر لهذه الالتباسات. هل كانت هذه اللافتات ضرورية أم أنها سببت قلقا غير مبرر؟ نود سماع آرائكم في التعليقات. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لمتابعة كل جديد. شكرا لمتابعتكم، ونراكم في الفيديو القادم.